تشبه خالص. من الإجابات عندنا مرض الدشرة القرنية، ومشكلته إن هو بيأثر على الخلايا الداخلية للقرنية، بيؤدي بيها إلى عتامة، العتامة في عينينا الاتنين. يمكن النظر كان قليل حبتين مش كده؟ زائد المية البيضاء اللي زادت عليه. حل إن إحنا كنا نغير يا إما كامل القرنية يا إما نغير خلايا داخلية فقط، وهي الجزر. اللي عملناه دي ميك، وهي عملية تغيير الخلايا الداخلية القرنية، زرع الخلايا الداخلية القرنية مع إزالة المية البيضاء. قول لي إحنا أخبارنا إيه كان قبل العملية؟ العين دي بالذات غير التانية، العين ما بتتشبه خالص. كان المية بتعمل عتامة أمشي، عبارة عن خيالات، خيالات كمان ضعيفة أوي، مش خيالات، لا خيالات ضعيفة. دلوقتي أنا الحمد لله لا، أنا سامع حضرتك وأقدر أقرأ لك المكتوب هنا. لا الحمد لله. قول لي هل اختيار ان احنا نعمل زرع خلايا داخليه للقرنيه بس بدل ما نعمل زرع خلايا او زرع قرنيه كامل، كان اختيار شايفه جيد ولا كان اختيار؟ مش اختيار جيد، ده اختيار ممتاز. أنا أعرف إن القرنية نفسها ممكن اسم الفضة، لكن أعرف الخلايا نسبة 2% بس ربي، وبالذات الخلايا كمان. جميل. قول لي اثناء العمليه هل كان في اي تعب ولا كان سهل؟ لا الحمد لله. أنا بصراحة أنا استنيت حضرتك تتكلم، بقيت أدعي تقريبا ساعة حضرتك خلصت قلت لي مبروك كله تمام. قول لي بعد العمليه حسيت بفرق وبعدها بقد ايه؟ والله العظيم أنا حسيت بالفرق قبل حضرتك ما تشيل العدسة اللي هي اللثة. كنت حاسس إن قلت عدسة ساعتها إن أنا شايف كويس، سوق شايف كويس. مع العلاج أهو أنا خلاص كده في المراحل النهائية، يعني الذوبان اللي عندي تقريبا نسبة 10% 15%. والصبح لما بصحى لحد ما اخد العلاج بتبقى 100%. لما باخد العلاج بيبتدي تقريبا يشتغل على العين، فبحس بضوبان بنسبة 10 15%. باذن الله لسه عيننا جميل، لان المرض ده مرض وراثي بيأثر على عينينا الاثنين، بيأثر على الخلايا الداخليه عينين سنين اسمها فوكس مثيرة ديستروفي. باذن الله بعد حوالي اسبوعين هنوصل للعلاج. إن شاء الله إن شاء الله. في اي حاجه تحب تضيفها تاني؟ لا 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 كده تمام. لما نعمل العملية كده إن شاء الله تبقى زي دي، أبقى كده على شغلها.